في 2022 فازت كوكاكولا بلقب أول مشروب في العالم، بس المسألة دي جت في مصر وما نفعتش. الناس اختارت الشاي الراعي الرسمي لمزاج المصريين. فهل تتخيل إنه كان في خطة لمنع شرب الشاي في مصر وخصوصاً على الفلاحين؟ مفاجآت كتيرة عن أول كوباية شاي دخلت مصر. 314 مليون دولار هي قيمة واردات مصر من الشاي في 2022، وده بحسب الجهاز المركزي للإحصاء. ولو حسبناها بسعر الدولار النهاردة عند 31 جنيه، يبقى هنتكلم في حوالي 9 مليار و700 مليون جنيه. وفي 2021 كانت مصر السابعة عالمياً والأولى عربياً ضمن الدول الأعلى استيراداً للشاي. بس إزاي نبات مش موجود في مصر يبقى المشروب الأول لأهلها؟ الشاي دخل مصر على إيد الضباط الإنجليز، وفي البداية الشاي كان مشروب للأغنياء في مصر زي العيلة المالكة وأصحاب الأراضي والوزراء. وعلشان يبقى المشروب الأول لكل أهالي مصر فقير أو غني، في روايتين. الرواية الأولى بتقول إن لما حصلت الحرب العالمية الأولى فلاحين من مصر سافروا بريطانيا، وده علشان يشاركوا في الأحداث، وهناك عرفوا الشاي ورجعوا بيه على مصر، ومن ساعتها يا كوباية الشاي ما بتفرقيش إيد مصري. أما الرواية التانية بقى فدي مرتبطة بالزعيم أحمد عرابي. الزعيم ومجموعة من أصحابه تم نفيهم إلى جزيرة سيلان، وهناك كان في مزارع شاي، وواحدة واحدة اتعودوا على طعم الشاي. ساعتها أرسل أحمد عرابي كميات من الشاي لإخواته في مصر وقال لهم جربوه، ولو عجبكم أبعت لكم تاني. طيب إيه حكاية منع الشاي في مصر؟ في سنة 1932 انتشرت دعاوي غريبة على صفحات الجرايد بتدعو لمقاطعة الشاي، وواحدة منها كانت تحت عنوان خطر أسود يهدد الفلاحين، أثر الشاي الأسود في صحة الفلاحين. طيب ليه؟ في وقتها وكيل الزراعة في مصر قال إن عادة شرب الشاي غيرت من الفلاح المصري النشيط، يعني ممكن ما تلاقيش عند الفلاح قمح أو شعير للأكل، بس لازم تلاقي عنده شاي وسكر. والأخطر من كده إنهم بيشربوا أسوأ أنواع الشاي وبطريقة غلط تأثر على صحتهم. وفي نفس الوقت طالب الحكومة بمنع استيراد الأنواع الرديئة من الشاي واستيراد الأنواع الجيدة، وده مع فرض ضريبة عالية عليها علشان يبقى صعب على الفلاح يشتريها. لكن لغاية دلوقتي المصريين مستمرين في شرب الشاي علشان يبقى المشروب الأول في مصر، وتحديداً شاي العروسة. فحسب إحصائية اتعملت فمشروب كوكاكولا كان رقم 1 في العالم، لكنه في مصر شاي العروسة هو رقم 1. ولو بصيت على الإحصائيات المنشورة هتلاقي إن كمية الشاي اللي دخلت مصر في سنة 1911 كانت 895,715 كيلو جرام، يعني حوالي 900 طن في البداية. لكن دلوقتي استهلاك المصريين من الشاي 85,000 طن سنوياً. ومن أهم الدول المصدرة لمصر الهند، كينيا، سريلانكا. ودلوقتي مين أكبر شركات الشاي في مصر؟ المركز الأول من نصيب شاي العروسة، والبداية كانت لشركة متوسطة الحجم في سوهاج، وده تحت إدارة أسرة بسيطة هي أولاد العشري. في الأول كان الأب شغال في صناعة المعسل وسجاير بلومنت، لكن ولاده قرروا يغيروا التيار إلى استيراد وتعبئة الشاي الكيني تحت اسم شاي العروسة. أما المركز الثاني فمن نصيب شركة ليبتون، وهي واحدة من أشهر الماركات العالمية لتجارة الشاي في العالم كله، ومؤخراً باعتها شركة يونيليفر البريطانية لصندوق استثمار اسمه CVC Capital Partners. ودلوقتي قولي بقى، بتشرب كام كوباية شاي في اليوم؟